السلام عليكم مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أهلا بكم أينما كنتم. نبدأ حديثنا أو هذا الفيديو بالصلاة على النبي العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فيديو جديد من أمام ملعب طنجة. الأشغال متواصلة بوتيرة أعلى، أشغال تحت أمطار الخير. كما كتشوفوا البرك المائية في جنبات محيط هذا الملعب. أمطار الخير عرفتها مدينة طنجة وباقي المدن المغربية، ولله الحمد والشكر على نعمه كافة. كما كتشوفوا هنايا الجدار الخارجي للملعب بقاو جزئيات ولا قطع قليلة ويكتمل كما كتشوفوا. وهذه الأمطار والرياح القوية لم تمنع العمال من مواصلة عملهم، يعني مجهودات جبارة في ظل هذه الأوضاع. اللهم بارك العمال، تبارك الله، الله يعطيهم الصحة. كما كتشوفوا هنايا في هذه الجنبات هذه صعيب انهم يخدموا تما، لان اصبحت عبارة عن برك مائية، لكن الخدمة كاينة في جهات اخرى. البلايص اللي كيكونوا مايلين ما كيشدوش الماء، ولكن هاد البلاصة هادي الماء مجموع. هنا كما كتشوفوا هاد البرج هذا، البعض كيقول انه يكون مصعد. سبقنا هضرنا عليه في فيديوهات سابقة، كاينين بزاف منه، كاين واحد 3 ولا 4 دايرين بالملعب. كاين اللي كيقول مصعد، وعلى ما كيتبين في الجهة الشرقية شفناه في الفيديو السابق وفيديوهات اخرين، كان كيبان في الاول مصعد، ولكن تبين انه دعامات لسكي بوكس روم. كما كتشوف هنا الاشغال داخل جدران الملعب، داخل الغلاف الخارجي للملعب، يعني بين الغلاف والمدرجات. كاين العديد من الاشغال، اشغال الاضاءة، اشغال الكاميرات، والعديد من الاشغال. هنا كما كتشوفوا هادوك فوق الحلقة راه مغطيين بواحد الباش خضر، كاينين بزاف دايرين بالحلقة ديال السقف كما كتشوفوا. ما عرفتش شنو غادي يكون تما، الايام الجاية هي اللي غتبين شنو غادي يكون. وبالنسبة للحلقة مشاهدي الكرام، شفت واحد الفيديو البارح كيهضروا واحد القنوات كيقول لك انها تسالات، ولكن لا زالت على حالها، الحلقة لم تكتمل بعد إلى يومنا هذا السبت الموافق ل 8 مارس 2025. كما كتشوفوا تاريخ تصوير هذا الفيديو حوالي الساعة 5 مساء. كما كتشوفوا الحلقة لم تنتهي بعد. الجديد في الأمر هو وصول القطع المتبقية على أو لإتمام هذه الحلقة، حوالي كما قلت في فيديو سابق قطعتين ولا 3 قطع، وفعلا وصلوا 3 ديال القطع. وبالتزامن مع تصوير هذا الفيديو كنصادفوا فريق النهضة البركانية يجري تدريب، حصة تدريبية استعدادا لمقابلة المغرب التطواني برسم الدورة، على ما أظن الدورة 24 من البطولة الاحترافية. المقابلة التي ستجرى أطوارها يوم غد الأحد 9 مارس بملعب ثانية الرمل بتطوان، انطلاقا من الساعة 10 ليلا. كما كتشوفوا هنايا فريق النهضة البركانية متصدر البطولة. حصة تدريبية تحت الأمطار. كتشوفوا الحارس
الدولي المغربي منير المحمدي المتعود على هكذا أجواء. كنعتذر على هذا التصوير لأن كما كتشوفوا الكرياج ديال ملعب تدريب. هذا ملاعب التدريب الخاصة بالقرية الرياضية، وسبق لي صورت فيديوهات على هذه الملاعب ذات عشب طبيعي بجودة عالية. كما كتشوفوا حصة تدريبية صورنا جزء منها. تجرى تحت أمطار الخير ولله الحمد والشكر. وهنا مشاهدي الكرام الشاحنة أو البورتشار اللي جاب ولا اللي كيجيب القطاع ديال حلقات السقف. يعني تصادفت معاه، عرفت أن الحلقات أن القطاع وصلوا، وغادي تشوفوا في هذا الفيديو القطاع محطوطين كينتظروا الدور ديالهم باش يركبوا في بلايصهم. وغالبا غدا ولا بعدو، يعني في هاد الأيام القليلة المقبلة غادي تكون الحلقة منتهية. أن هاد المنطقة كتعرف واحد الرياح قوية، حاليا كاينة واحد الرياح قوية، يعني الأمر يكون صعيب باش يركبوا القطاع المتبقية في الظروف هذه. كما كتعرفوا الشركات المكلفة بالبناء فهي ملتزمة بواحد الشكل كبير ديال بشروط السلامة بالنسبة للعمال، وهذه نقطة إيجابية. كما كتشوفوا مشاهدي الكرام أمطار الخير، يعني ولله الحمد والشكر كتعرفها مختلف ربوع المملكة. يعني باش تخدم في هذه الأجواء هذه راه خصك تكون مغربي. وحتى التصوير في هذه الأجواء هذه خصك تكون مغربي باش تصور في هذه الأجواء هذه، لأن برودة الطقس وغزارة الأمطار وقوة الرياح. ولكن المشاهدين الكرام يستاهلون، أو كما كنقولوا يستاهلوا أكثر من هذه المجهودات. وهنا كما كتشوفوا أعزائي المشاهدين القطع التي وصلت للتو من أجل اكتمال دورة حلقة سقف الملعب. يعني كاينين هاد جوج القطاع اللي راكبين بعضياتهم، وكاينه قطعة كاينه في مور داك القروة. يعني 3 ديال القطاع باقيين، ربما يكونوا 3 اللي خاص يركبوا، ولا كنظن 2 قطاع واحد الجزء اخر غادي نشوفوا بعد التركيب ديالهم. كنتمنى انني نصادف التركيب ديالهم، وحتى لما صادفتش يعني غادي يبان في الفيديو القادم بحول الله. فاش يكونوا راكبين غادي يبان واش 3 القطاع او لا 2 القطاع وشويه، لان على حسب ما شفت في القطاع الاخرى اللي راكبه يعني كيكونوا 2 قطاع مكونين رابطين بين عمود وعمود، وكيبقى شايط واحد شويه. هذا الشيء اللي متبقي الا مشينا بنفس الحساب
الا مشينا بنفس الحساب كما قلت ديال باقي القطع اللي راكبه، غادي يكون خاصنا جوج القطع وواحد شويه من قطعه اخرى، ان لم نقل 3 قطع. وتحيه للمهندسين الاكفأ اللي جابوا هاد الشيء هذا، داكشي مريقل يعني بالمليم يا حبيبي بالمليم. لان باش تجيب هاد الاعمده كل وحده محطوطه في بلاصتها وبنفس بالعبارات والقطع يعني متراكبين مع بعضياتهم، يعني الامور كتبان سهله ولكن راها غايه في التعقيد. هنا كاينين كابلات على هاد الرموك هذا، كابلات ربما كابلات ديال السقف طبيعه الحال، هادو اللي كتشوف مغلفين بالازرق. كما قلت تحيه للاطر الوطنيه. يعني باش تجيب هاد الشيء هذا يعني اكزاكت يعني بالتمام والكمال، مع العلم اننا ما عندناش ملاعب، يعني ما عندناش كما نقولوا تجارب في ملاعب مثقفة كبعض الدول اللي عندهم ملاعب ديجا خدموا ملاعب، وهذه حنا ربما هذا ربما تاني ملعب بعد ملعب الحسيمة اللي مسقف النص فيه، اللي مازال ما اكتملش. وربما هذا نقولوا اول ملعب غادي يتم التسقيف ديالو، التغليف والتسقيف ديالو، يعني الامر ليس بالهين. كنتمنى مشاهدي الكرام ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم. كنتمنى توصلوا القناه، ما كرهناش نوصلوا القناه ل100 الف متابع، وكنوعدكم ان الا وصلت ل100 الف متابع غادي يكون محتوى طالع، محتوى زايد على هذا، لان عندي واحد الاهداف. قررت ناخذ واحد التحديات باش ندير واحد محتوى طالع اللي غادي يليق بنا كمغاربة وبكم كمتتبعين راقيين. تحياتي لكم جميعا، وأسعد الله أوقاتكم وأنتم مساء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.